اسمع الاخبار الجديده. انا قاعد اقول لك اخبار والاهلي وكده والصفقات وبتاع ومظبطك، وانت ايه يعني؟ ما انتش تعمل لي، مش راضي تعمل لي لايك وكده ولا مشاركه. ربنا يعزكم يا رب والله، انت بس تشوفني حاجه كويسه يعني. ماشي. اللاعب هيثم حسن اللي بيلعب في ريال اوفيدو حاليا في الدوري الاسباني على اعتاب النادي الاهلي. ده اخر الاخبار، وصفقه زي ديت اتمناها تبقى في النادي الاهلي كجناح شمال. يا ريت والله العظيم، يا ريت، يا ريت والله العظيم. فاهم انت قصدي؟ انت عندك كجناح شمال عندك طاهر محمد طاهر، عندك زيزو، عندك يبقى اللاعب ده هيثم حسن. خلي بالك ممكن زيزو يلعب كمان 10 في نص الملعب عادي. احنا لو استغلنا زيزو هيستفيد منه استفاده كبيره جدا يعني. ماشي. وعندك في الجناح اليمين عندك حسين الشحات لو جدد ان شاء الله، اتمنى. هو لسه بيفكر يعني، لانه جاي له عرض ضخمه قوي يعني. وعندك تريزيجيه، وعندك اشرف بن شرقي. فاللاعب ده هيفرق معانا قوي يا جماعه قوي. وانت برضه لسه ما تعرفش برضه طاهر مكمل ولا مش مكمل. انت برضه لسه برضه يعني، خلي بالك برضه هيبقى في اصابات مش عارف ايه، ربنا يعافينا من الاصابات. بس احنا عايزين اللاعب ده، والله لاعب حلو قوي. يبقى هات اللعيب ده. يا ريت. هو في كلام وسيد عبد الحفيظ دخل في الموضوع في كلام. واللاعب عايز يجي النادي الاهلي، مش بيقول لك لا انا يا ريت يعني. مش رافض. هيقول لك هتسيب اسبانيا، وهو عايز بص هو عايز ياخد بطولات. هو في ريال اوفيدو لسه مغلوب اساسا من ريال مدريد 2-0. فاهم انت قصدي؟ هو في ريال اوفيدو يعني بياخد حاجه. هو عايز الجماهير وعايز شعبيه وعايز ناس تعرفه. بعد كده بقى بنبص للاحتراف. هو يجي النادي الاهلي هيبقى ليه شعبيه كبيره، ويبقى فاهم انت. وبعدين هو اللاعب، انت شفت اساسا في ماتش السعوديه او ماتش اسبانيا. انا فاكر له بالظبط ماتش السعوديه بيعدي ازاي وبيرقص ازاي. ولاعب حلو قوي يا جماعه، بس هو نستغله بقى. فهيفيدك في النادي الاهلي ان شاء الله يعني. ماشي. وكمان ايه، انت عندك برضه ايه، يوريتيتش اللي هو المدرب بتاع بيراميدز عايز يجي النادي الاهلي برضه. فمدرب برضه حلو، بطريقته بعصبيته مع اللعيبه ديت هيظبط الدنيا والله. مع ضغطه مع فاهم انت، نرفزته. فاهم انت؟ هو بس يظبط نفسه بس عشان بياخد انذارات كتير احمر بس. بس ده كويس يعني. هنظبطها ان شاء الله. بس هو يجي بس، يجي بس مع الجماهير والضغط الجماهير والحاجات دي كلها، ويسمع كلام الجماهير، وهتلاقي شغل حلو قوي. فعندك مدرب ولاعيبه اهو، هاتهم ما تقولش لا. ده عايز وده عايز. ماشي. ده الاهلي كمان عايز يشتريه. ويقول لك يعني هو يعني عشان تشتريه اساسا هو بياخد مرتبه 800,000 دولار. يعني حاجه و40 جنيه مليون. عشان تشتريه بمليون و200 ألف دولار، يعني ب 60 مليون جنيه مصري، 63 64 حاجة زي كده يعني. ماشي. فهاته. وبعدين هو سنه صغير 24 سنة وكويس. هاته توكل على الله وهاته يعني. يا ريت تشتريه يا عم الحاج، هيبقى ليه شعبية كبيرة وإن شاء الله يعني. كنت عملت لك فيديو أول امبارح ما أتذكر عن مهاجم كنت قارئه في موقع يلا شوط. وقلت لك سفيان بن جديدة لاعب الفارس المغربي يعني على اعتاب النادي الاهلي. دلوقتي النادي الاهلي داخل جامد قوي في الصفقه. كنت قلت لك معلومات يعني عنه. هو جاب بين 16 جون وساهم في سنتين في 24 مباراه حاجه زي كده يعني. ومهاجم حلو والنادي الاهلي عينه عليه وعايزه. وهو عايز النادي الاهلي. يبقى انت كده عندك ثلاثه عايزين النادي الاهلي. عندك هيثم حسن، وعندك سفيان بن جديده، وعندك يوريديتش مدرب بيراميدز. فالثلاثه عايزين النادي الاهلي فهاتهم. فهيفيدوك. هو يا دوب هم عايزين النادي الاهلي. خلي بالك في سفيان بن جديده جاله عروض من السعوديه، بس هو عايز يلعب في النادي الاهلي. فاهم انت قصدي؟ عايز يلعب في النادي الاهلي. وبعدين يبقى يزبل بقى بالعمري بقى وبن شرقي وكده فاهم انت قصدي كده. فتوكل وهاتهم يعني. هات الثلاثه يعني. حلو يعني. طيب مين اللعيبه بقى اللي جايه النادي الاهلي وهتمشي من النادي الاهلي او هتعار او هتتباع؟ بص عندك كتبتهم لك. كريم الدبيس هيرجع النادي الاهلي ومحتاجينه ومش هنبيعه ولا هنعيره تاني. كريم الدبيس اول لعيب. تاني لعيب مصطفى العش. مصطفى العش يعني هينتقل على طول يعني لنادي المصري البورسعيدي. ماشي. ده هنستغنى عن مصطفى العش. وطبعا احنا مش هو عاجبه مصر البورسعيدي عايزه اساسا. مصر البورسعيدي عاجبه يعني.
عمر الساعي معار للمصري البورسعيدي، والمصري البورسعيدي عايز يشتريه، والاهلي يعني عايز يبيعه ب 60 مليون جنيه يعني، مع ان عمر الساعي لعيب حلو وكل حاجه، بس النادي الاهلي بيفكر في لعيبه تانية احسن يعني. عندك كباكا هيرجع النادي الاهلي ومش مش هنفرط فيه. كباكا. عندك برضو عمر كمال عبد الواحد هيرجع الاهلي، بس هيرجع وهيتعار لسيراميكا كليوباترا. ماشي. وبرضه قال لك ما فيش مانع ايه، لو في كلام كتير قوي اللي بيراميدز عايز عمر كمال عبد الواحد عايز يشتريه، فلو بيراميدز يكلم النادي الاهلي فيخش في صفقه كعمر كمال عبد الواحد ويقول لك احنا عايزين كذا وكذا، ويروح ليه بيراميدز عادي يعني. وانت شفت برضه عمر كمال عبد الواحد اساسا مش يعني، لا في احسن من كده يعني. عايز اقول لك احمد رضا بيلعب في البنك الاهلي، وهو يعني البنك الاهلي هو طبعا معار، عايز طبعا البنك الاهلي عايز يشتريه وعايزينه، فهو هيرجع ونشوف ممكن نعمل له اعاره وكده يعني. فهمت قصدي. عندك برضو محمد، احنا قلنا على محمد عبد الله، يعني هو محمد عبد الله هيبقى انت عندك كتير في الجناح اليمين، هو طبعا يعني ممكن هيتعار برضه نفس الكلام يعني، مش هيبقى موجود لان يبقى عندك كتير قوي في المنطقه ديت يعني. عايز اقول لك برضه محمد عبد الله بيلعب في سيراميكا يعني، فهمت قصدي. عايز برضه احمد عبدين، يعني هيرجع وهو مدافع، احمد عبدين ده مدافع هيرجع وهيثبت في الدفاع، يبقى الاهلي محتاج احمد عبدين يعني. عندك مصطفى مخلوف يعني هيتباع، ماشي لو رجع يعني. عندك برضو محمد مجدي قفشه ده النادي الاهلي عايزه، وقال لك ايه هنثبته في النادي الاهلي، عايزينه في النادي الاهلي يعني، ماشي اللي هو محمد مجدي قفشه. الخبر بعد كده معانا الاهلي يوجه تهنئه لنادي ابو قير الاسمده بعد التاهل للدوري الممتاز. مبروك لابو قير للاسمده. ماشي. قال لك هو تقدم الخطيب ومجلس اداره وقطاعات النادي الرياضي، وتقدم الخطيب ومجلس الإدارة وقطاعات النادي الرياضية بخالص التهاني إلى نادي أبو قير الأسودة ومجلس إدارته ومنظومة العمل بالنادي بمناسبة صعود فريق الكرة للمشاركة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، متمنيين له التوفيق والمزيد من التقدم والازدهار. ماشي. ماشي. الخبر بعد كده معانا يعني بيقول لك موقف الاهلي من تقديم شكوى ضد الزمالك في الفيفا. فبيقول لك يعني كشف الاعلام احمد شوبير موقف النادي الاهلي من تقديم شكوى ضد الزمالك في الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا لمنع النادي الابيض من المشاركه في بطوله دوري ابطال افريقيا خلال الموسم المقبل بسبب القضايا، وعنده 17 قضيه، 17 قفل قيد عليه، 17 عليه 17 قضيه، 7 مليون دولار، 7 مليون دولار. وقال الإعلامي أحمد شوبير في حديث الإعلام الأهلي نفى بشكل رسمي دراسته شكوى الزمالك في الفيفا لمنع مشاركته في دوري أبطال أفريقيا بسبب قضايا في فيفا، والتي وصلت ل 17 قضية، وهذا الملف لم يتم دراسته حتى الآن. ماشي. لسه النادي الأهلي ما درس الموضوع، بس هو كده كده يعني هو أساسا يعني الفيفا أساسا إيه، لو هو ما دفعش الفلوس كده كده إيه هيخش البديل بتاعه على طول هو النادي الأهلي إن شاء الله. واحد قال لك ما يستحقش الدوري الزمالك يعني، وفي ناس بقى بتقول لك لا الاهلي ما يستحقش الدوري، ده احنا كده كده اهلاويه عارفين هم ما يستحقوش الدوري يعني، احنا كان اسوأ موسم عندنا السنه دي يعني. آه، فاهم انت قصدي. آه، ف طبعا في ناس بتغلط يعني وبتشتم يعني، أو يعني هتلاقيهم كلهم اطفال يعني، زملكاويه اطفال يعني بيسمعوا مها صبري وجاليريو. خبر بعد كده معانا فاركو سان الهابطين الى دور الدرجه الثانيه. هارد لك لفاركو. الخبر اللي فرحني ومخرج الفرح الاهلاويه، الخطيب يهنئ سله الاهلي بعد الثلاثيه المحليه. ماشي يعني محمود الخطيب بيوجه ل تهنئه اللاعبين لكره السله والجهاز الفني والاداري والطبي عقب التتويج بدوري السوبر. ماشي. قال لك الاهلي توج للمره التاسعه في تاريخه عقب الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجه 77-76، ويعني دي كانت المباراه الرابعه. كان الاهلي كسب كده 3 مباريات والاتحاد السكندري كسب مباراه، كان الاهلي كسب المباراه الاولى والثانيه، الاتحاد كسب الثالثه، والنهارده الاهلي بيكسب الرابعه. في الدقائق الاخيره يعني لاعب الاهلي جاب جون في كان يعني كانت النتيجه مثلا، كانت النتيجه اساسا
75 76 للاتحاد. في الدقائق الاخيره يعني في الوقت بدل الضايع في الثواني كان بس 7 ثواني 6 ثواني، راح اللاعب جاب جون حلو قوي بتألقه، وخلصت المباراه 77 76. وبكده يعني النادي الاهلي بيتوج للمره 9 بالدوري السوبر لكره السله. عشان بس تقول لك أنا ما اكذبش عليك، كرة السلة الجندي يسجل في الوقت القاتل من مباراة الأهلي والاتحاد. الجندي ماشي، اسمه عمرو الجندي. عمرو الجندي، مبروك لعمرو الجندي، مبروك للأهلي. أول ما أنت من عشان النادي الأهلي زي في كل أي حاجة، الأهلي موجود، الأهلي في كل حتة عمال يجيب أجوان يا ريس هذا الصغير. آه، الأهلي في كل حتة يا عم الحاج. فاشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل اللي ينزله. كان معكم محمد شبرون الأهلاوي من قناة شبرون في الموضوع، وسلام يا أهلاوي.